السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم تحلية لذيذة بزاف وكتجي رائعة وراقية وبمقادير بساط في متناول الجميع وسريعة التحضير. غادي نحتاجوا لهاد التحلية صابلي بيمو. انا درت 5 ديال البيموات، حيت غندير كونتيتي كبيره. نتوما على حسب افراد العائله ديالكم تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا. غنحتاجوا مع هاد الخمسه البيموات 2 معالق كبار ديال الزبده مذوبين، وهاد النوع ديال نيسلي كراميل كيجي لذيذ فيها. نص لتر ديال الحليب وكريم شانتيي ديال ايديال. 2 ديال البنانات كتقطعوهم طريفات على هذا الشكل، والفريز للتزيين حتى هو كتقطعوه على هذا الشكل. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو دابا الطريقه ديال التحضير. غادي تاخذوا هذاك بيمو، غادي تطحنوه مع شويه ديال الزبده باش يولي بحال الشكل ديال البودره. انا درت بيمو صابلي، نتوما تقدروا ديروا اي بيمو كيعجبكم. هانتوما البنات بقاو ديروا غير نقيطه ديال الزبده مع شويه ديال البيمو، طحنوه حتى تكملوا الكميه كامله اللي عندكم ديال البيمو. وحاولوا ما تكثروش بزاف من الزبده باش ما يضيعش لكم لوغو ديال البيمو. كيجي على هذا الشكل ملي كيطحن على شكل بودره. من بعد ما طحنا الكميه اللي عندنا كامله، الان غادي ندوزو لتحضير لا كريم فريش. نحطوا البودره ديال الكريم شانتيي ونزيدوا عليها نصف لتر ديال الحليب، ونطربوهم مزيان. ومني غادي تطلع نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش غادي تولي. وها هي وجدت لينا لا كريم فريش ديالتنا، كتجي على هذا الشكل دغيا كتطلع لينا 4 دقائق ولا 5 دقائق كتوجد. سريعه هي في التحضير ديالها. والان غادي ندوزو للطريقه ديال التقديم. غناخدو الكاس اللي بغينا نقدمو فيه هاد التحليه ديالنا، غنضيفو فيه طبقه ديال البسكويت ديالنا اللي طحناه، نزيدو واحد الطبقه اخرى، نديرو بحال 2 معالق كبار باش يجي عامر ويجي زوين تلقاو ما تاكلوا فيه. من بعد نديرو طبقه ديال البنان، شي 3 ولا 4 المرصوات، ونزيدو عليهم طبقه ديال الكراميل نيسلي. ما تكتروش بزاف منه باش ما يجيكمش حلو فوق القياس. ديروا غير قيمه معلقه هكاك، معلقه صغيره عامره. نزيدو عاوتاني الطبقه الثانيه ديال البسكويت ديالنا، نديرو هاد المره غير معلقه واحده كبيره وشويه ديال البنان، ونزيدو الكراميل. يعني بحال غادي ديروا 2 طبقات.
الطبقة الأولى من البسكوي والبنان والكراميل، والطبقة الثانية تاني من البسكوي والبنان والكراميل، ومن الفوق عاد غادي نديرو لا كريم فريش ديالتنا. نعمرو الكاس من الفوق مزيان، وفي الاخر كنزينوه بالفريز ولا اي حاجه من الفوق ديروها. تقدروا ديروا غير مرصوات ديال الشوكولات، ديروا سيجار، انا درت طريفات ديال الفريز. هذا هو الشكل النهائي ديال التحلية ديالتنا، صراحة جات رائعة والمذاق ولا أروع. كتستحق التجربة وتاكلوها بالصحة والراحة البنات. جربوها وما تنساوش تردوا عليا وتقولوا لي كيفاش جاتكم، وما تنساوش الدعم ديالي بجيم وابوني الى عجبكم الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. اعانكم الله.